بصوا يا جماعة عشان نكون فاهمين، ده مش أنمي، ده فيلم رعب مصري. أنا حولته الأنمي ولخصته. لو عجبكم وعايزين فيديوهات تانية زي دي اكتبولي في الكومنتات واعملوا لايك. تمام، يلا بينا. الحكاية بتبدأ بجمال واقف قدام قبر حبيبته شاكيناز في قمة الحزن وهي ماتت ليه هنعرف كمان شوية، ومع أصحابه ياسر وائل تامر نانسي ريهام وشيرين. ومش عاجبهم إن جمال بيروح قبر شاكيناز على طول، وشيرين بتقول لوائل إن اللي حصل ده بسببه. طب إيه اللي حصل؟ برضه هنعرف كمان شوية. وبعد كده يقولوا إنهم خلاص دي آخر سنة ليهم في الجامعة، وعايزين يروحوا مكان يريحوا فيه قبل ما يتخرجوا ويعالوا يشوفوا بعض فين. وتامر يوديهم مكان غريب على أوله يافطة مكتوب عليها بيتش كامب، ويظهر إن ده كان فندق مشهور زمان ودلوقتي بقى خرابة. فطبعا كلهم بيرفضوا وما يرضوش بالمكان ده، بس تامر بيقنعهم ويدخلوا الكامب. ولما يدخلوا يلاقوه فاضي تماما وما فيهوش اي حد خالص لحد ما يشوفوا عم حسنين صاحب الكامب. وتامر يفكره بنفسه ويقول له انا كنت عندك هنا من شهرين وتيجي عليا مرات عم حسنين. وتامر يسلم عليها ويتفاجئ انها لسه فاكراه، وتقول لهم عايزين كام اوضه عشان الكامب كله كومبليت. فوائل ونانسي يعجبهم الموضوع ويوافقوا، بس شيرين ترفض وتقول احنا عايزين لكل واحد اوضه ولو مفيش يبقى يلا بينا. فتعمل لها اللي عاوزاه ويطلعوا مع الفراش بتاع الكامب ويديهم اوضه للبنات واوضتين للولاد، ويشاورهم على اوضه مقفوله من زمان ويقول لهم اهي الاوضه دي الوحيده اللي مش ساكنه ولا بنسكنها من ساعه ما اتقتل فيها واحد من زبايني. والزبون ده كان جاي وعينه على واحده متجوزه، قام جوزها قفشه وقتله. بس الغريب بقى انه ما عملش اي حاجه لمراته. وقبل ما البنات يدخلوا الأوضة يلاقوا فيها واحدة خرصة، ويعرفوا إنها كانت بتروق الأوضة وتسيبهم وتمشي، وبعدها يروحوا يلعبوا على البحر ويقضوا وقت حلو. ونعرف طبع كل واحد فيهم. ياسر بيحب نانسي وعايز يتجوزها بس نانسي صايعة وعايزة تصاحبه. شيرين بتحب وائل بس وائل ولد صايع عايش لدماغه ومزاجه والبنات وبس. وأخيرا تامر وريهان، اتنين حشاشين من الدرجة الأولى، كل همهم المخدرات والكيف عشان ينسوا ماضيهم. تامر بيشرب عشان ينسى معايرة الناس ليه بأبوه عشان سرق فلوس البنك وهرب، وريهام بتشرب عشان تنسى معايرة الناس ليها بأمها على الرغم من إنها بطلت رقص بس لسه الناس بيقول لها يا بنت رقاصة. وبعد كده جمال بيقعد شوية في الأوضة بتاعته وأصحابه كلهم تحت بياكلوا، وقبل ما ينزل معاهم يشوف شاكيناز حبيبته لابسة أبيض في أبيض وتقول له أنت لسه مستحبهم بعد اللي عملوه فيا. ويجي الليل ونشوف حسنين وجمال بيتكلموا مع بعض، وجمال بيقول له أنت راجل غريب جدا ومكانك كمان غريب. هو حلو بس محدش بيجيله، تقليك عشان انت اللي بتطفشهم. وحسنين يقول له مش انا اللي بطفشهم، ده القتيل، في واحد اتقتل هنا. وجمال يتخض ويقول له وايه المشكله يعني، ما ده ممكن يحصل في اي مكان. فيرد عليه حسين ويقول له بس هنا الروح بتتحرك من اول الليل في المكان اللي حصل فيه الجريمه وتضايق كل اللي حواليه، وصدقني الروح مش مرتاحه. ونروح لباقي الشله هما بيلعبوا وفرحانين، ويدخلوا الريسبشن يلاقوا الفراش متوتر ويقول لهم انتوا اللي جابكوا دلوقتي، صحابكوا فوق وسكرانين فمش لازم تزعجوهم يعني. وشيرين وياسر يتصدموا ويطلعوا جري على فوق، فيخبطوا على الباب يلاقوه مقفول، وياسر يكسر الباب ويشوف وائل ونانسي في وضع مش ألطف حاجة. وياسر يتخانق مع وائل ويحلف إنه هيقتله، وحسين يعرف اللي حصل ويقول لهم مع طلعت النهار تسيبوا المكان وتمشوا. ويقول للفراش العيال دي ما ينفعش تسكن مع بعض بعد اللي حصل، افتح لكل واحد أوضة وابعدهم عن بعض. وحظ وائل إنه سكن في الأوضة بتاعة القتيل. ويطلع ياسر بره هو وجمال وتامر ويقول لهم أنا مش مصدق إن وائل ونانسي عملوا كده، دول حتى أصحابنا إزاي يعني. وتامر يقول له عشان هما الاتنين شبه بعض ولاقين على بعض. وجمال يكمل ويقول له فعلا لا وائل ينفع يبقى صاحبنا ولا نانسي تنفع تبقى حبيبتك. وياسر يسكت شوية ويقول الظاهر كنا مش هينفع نبقى أصحاب. ونروح لشيرين هي واختها في الأوضة وهي بتقول لها المكان ده شكله غريب. وفجأة نار الدفاية تعلى خالص، وباقي الشلة يخشوا على صوتها وهي بتطفي النار، وفجأة النار تطفي لوحدها. وشيرين بتقول لياسر في رعب النار زي ولعت لوحدها وزي طفت. وفجأة الطرقة كلها تولع والكل مصدوم، ويقرروا خلاص إن هما يسيبوا المكان ده ويمشوا. فيركبوا العربيات بس ولا عربية شغالة وكمان الموبايلات مش معاهم. وفجأة الدنيا تمطر وكلهم يدخلوا الكامب ما عدا ياسر واقف بيفكر في حاجة. ونروح لوائل في اوضته ويتقفل عليه الباب، فيطلع بره ما يلاقيش حد ويدخل تاني. فجأة يدخل عليه حد شايل سكينة، ووائل يتصدم من اللي شايفه، شخص أو كائن مرعب وشه أبيض مليان جروح معاه السكينة وبدون أي مقدمات يقتل وائل. والباقي يتجمع على صريخه ويفتحوا الباب يلاقوا وائل مقتول وفيه سكينة في رقبته. وبعدين يجي ياسر ونانسي تقول له انت كنت فين، ويرد عليها ويقول لها كنت مستنيكوا تحت.
ليه حصل حاجة ويعرف إن وائل اتقتل. وطبعا كل الشكوك راحت عليه بسبب كلمة هقتله اللي كان بيقولها هو متعصب، بس طبعا بيقول إن ده كله كان نرفزة ومش حقيقي. وبعدين فوت صاحب المكان وفين الراجل الغريب اللي اسمه حسنين ده، مش معقول يعني محدش سمع الصوت ده غيرنا احنا. وجمال يروح يشوف التليفون يلاقوه مش شغال، ويقول السكينة اللي اتقتل بيها وائل هي نفس السكينة اللي كان ماسكها حسنين، أكيد هو اللي بيقتل. نروح لحسنين وهو بيقول لعليا مش ناوية تخف لعب شوية، فهتقول له خف انت بدل ما اتكلم واديك في 60 داهية. ويقول لها بنبرة حزن انا فعلا رحت في داهية، سبت الدنيا وسبت الناس وشغل بقى خرابة، وانت لا عايزة تفهمي ولا تبطلي. ونعرف سر كل ده كله الحسنين، وده بسبب فرق السن الكبير اللي بينهم وحب الامتلاك والإنانية اللي عنده، وعشان كده هي كرهان. حسنين يروح عندها على الكنبة ويمسكها بقوة ويقول لها يبقى لازم أعمل اللي كنت هعمله من زمان، ونشوف نفس السكينة اتقتل بيها وائل. والشلة يتقسموا نصين عشان يشوفوا صحاب المكان ده راحوا فين. ياسر وشيرين ونانسي نزلوا البدروم وفجأة يلاقوا البنت الخرصة، وياسر يجري وراها والبنات لسه هيطلعوا وراه والنور يقطع. شيرين واختها يستخبوا في أوضة ونانسي ما تلحقهمش وتستخبى في الأوضة التانية، وتتفاجئ بعليا مقتولة على الكنبة فتحاول تخرج، وفجأة يظهر الشبح ونانسي تترعب من منظره ويقتلها ويهرب. وشيرين واختها يهربوا من شباك الأوضة ويروحوا الجنينة يتفاجئوا برهان وتقول لهم تعالوا معايا شوفوا تامر حصل له ايه، ويروحوا يلاقوه اختفى. وأخيرا يتجمعوا قدام مدخل الكامب ويلاحظوا غياب تامر ونانسي. ينزلوا البدروم يدوروا على نانسي وريهان تشوف نانسي وعليا مقتولين، والباقي يتلام على صوتها والشكوك بتزيد أكتر وأكتر على ياسر، يعني الأول مات وائل وبعدها ماتت نانسي. يطلعوا على الريسبشن وشيرين تقول لهم هم ليه بيعملوا معانا كده، على اساس يعني ان في واحد من صحاب الكامب هم اللي بيعملوا كده ومحدش عارف. ويشوف الفراش ويجري وراه، وشيرين تاخد منه الشنطه بتاعته تلاقي فيها فلوسهم وتليفوناتهم اللي سرقها، وتحاول تطلب البوليس بس التليفون من غير شرايح. وفجأة يظهر الشبح وقبل ما يعمل حاجة الفراش ضربه على دماغه، وبكده ما يكونش هو القاتل. بس فجأة الشبح يفوق ويضربه في رجله ويجري، ويوصل الباقي يكتفوه ويسألوه وينكر فكرة الأكل. وشيرين تقول له بس انت قلت انكم بتطفشوا الزباين اللي بتيجي هنا الكامب، ولو ما طفشوش يبقى تخلصوا منهم أحسن. والفراش يقول لهم محدش قال كده، انتوا فاكرين الراجل اللي اتقتل هنا والست اللي كانت معاه الست دي هي عليا، والراجل ده دفنوه في الجنينة تحت الكامب، ومن ساعتها وهي ماسكة زل عليه وهو بيطفش أي حد يجي هنا، ومن ساعتها الكامب ده بقى خرابة زي ما انتوا شايفين. بس لو عايزين رأيي ان في حد شاكك فيه. وقبل ما يكمل أي حاجة حد ضربه في ظهره ويهرب، ويجروا وراه وطبعا ما يلاقوش حاجة، بس يلاقوا جمال مضروب على دماغه فيفوقوه ويقول لهم الفراش ضربني وهرب، ويقولوا له الفراش هو كمان اتقتل. ويروحوا كلهم عند حسنين ويتفاجئوا ان جثة الفراش مش موجودة، ويقولوا له احنا عرفنا كل حاجة والفراش قال لنا على كل حاجة. فيرد ويقول الفراش ما يعرفش اي حاجة، وبرضه ايا كان اللي حصل لكم برضه ما عرفش عنه اي حاجة. واللي قال الفراش ما تطش الزباين انا كنت فعلا هعمله، بس يظهر كده روح المرحوم ما حبتش تتعبني وقامت هي بالواجب. وياسر يقول له روح المرحوم تخوف لكن تمسك سكينة وتقتل؟ فيقول له ممكن، كل حاجة دلوقتي ممكن، بس لكن اللي بيقتل ده واحد منكم، فكر فيها مع بعض وهتعرفوا ان عندي حق. وكل واحد يتهم التاني في اللي بيحصل، وفعلا كل واحد عنده دافع قوي انه يعمل كده. ياسر عشان وائل ونانسي خانوه، وشيرين عشان نفس الموضوع، ريم عشان ده عقدة من الناس بسبب معايرتها ليها بأمها الرقاصة، وجمال عشان ينتقم من شاكيناز، بس برضه ما نعرفش لحد دلوقتي هو عايز ينتقم ليه وايه اللي حصل لها. وفجأة يلاقوا تامر دخل عليهم ويقول لهم انه لما كان بيجروا الفراش اتخبط في شجرة واغمى عليه، ولما صحى ما لقيش اي حد وكمل جري لحد ما وصل لحد اخر الجنينة. فجأة شاف واحد شايل على ظهره شوال ودفنه في الجنينة، بس من هو ما كانش مركز قوي. وفعلا يلاقوا مكان في الجنينة فيها علامات، فيحفروا فيها ويلاقوا المفاجأة الكبرى، جثة الفراش وعليه مدفونين هنا، بس مين اللي دفنهم ودفنهم ليه لسه محدش عارف. وفجأة يشوفوا البنت الخرصة، فجمال وريهام وتامر يجروا وراها، وجمال يسيب ريهام وراه ويمشي، فبتتوتر وتمشي، بس قبل ما تمشي يظهر الشبح وتحاول تهرب منه بس بيلحقها ويقتلها ويهرب. وبعدها نشوف جمال عند شيرين وياسر ويسألهم مسكت البنت ولا لسه؟ فياسر يقول له لا هربت، بس فين الباقي؟ ويقول له تامر خاف وجري وريهام سبتها ورايا فوق، وطبعا بيخافوا عليها ويروحوا لها يلاقوها مقتولة على السلم. وياسر يتأكد ان اللي بيعمل كده حسنين ويفضل يندم عليه برا الكامب لحد ما يظهر ويقول له انت عايز توقعنا في بعض، لو انت عارف مين اللي قتل ما قلتش ليه من بدري؟ فيقول له لان ما شفتش اي حاجه من اللي انتوا شفتوها، ولو انت عايز تعرف مين اللي قاتل هتعرفه. وفعلا ناستي بيفكر شويه ويدور في شنطه جمال يلاقي فيها شريحه تليفون، ويروح هو وشيرين يدوروا عليه يلاقوه مقتول في الحمام، وشيرين تقول له لسه برضه مفكر ان هو جمال، ويروحوا عند حسنين يلاقوه مقتول. فجأة تيجي البنت الخرصة وتحاول تهاجمهم وهي بتبكي، وفجأة تتكلم وتقول قتلتوه ليه؟ وقالوا لها احنا ما قتلناهوش هو اللي كان بيقتلنا. فتقول لهم انتوا كدابين، بابا مش ممكن يقتل حد ابدا،
ودي كده المفاجأة التانية. وأخيرا نعرف حكاية البت دي، هي اللي دفنت عليا والفراش، وهي اللي كانت بتطفش الزباين من غير ما أبوها يعرف، وعشان كده افتكر إن روح المقتول هي اللي عملت كده. وعليه هددتها لو اتكلمت عن فضايحها هتبلغ عن أبوها، ولقيت نفسها مش قادرة تتكلم مع حد ولا حتى قادرة تتكلم مع أبوها، فقررت تبقى خرصة. وفجأة يسمعوا صوت في البدروم فيروحوا عشان يشوفوه، والبت دي تدخل أوضة ويتقفل عليها الباب وتفضل تصرخ، وفجأة صوت يسكت فيدخلوا عليها يلاقوها مقتولة. وبعدها يروحوا لتامر يلاقوه بيشرب، فيقولوا له انت ايه اللي بتعمله ده وازاي بتعمل كده مش حاسس باي حاجه باللي بتحصل لنا. فيقول لهم هو عشان كده مش عايز احس باي حاجه من اللي بتحصل لنا، هفضل اشرب لحد ما اتعمي عشان لما يجي عليا الدور ما اكونش حاسس باي حاجه. حسين عنده حق، اكيد روح القتيل هي اللي بتعمل كده، مش ممكن يكون انسان. وشيرين وياسر بيقولوا له هو فعلا مش انسان، فيردوا يقول لهم يعني ايه مش فاهم، يعني كل اللي في المكان ماتوا الا احنا، ما فضلش غيرنا احنا التلاتة، والحد ده هو اللي غاوي مسكات وهو اللي بيختفي ويظهر فجأة زي العفريت وهو اللي خطط يجيبنا هنا. وتامر يفهم ان الكلام ده موجه ليه وطبعا ينكر، وياسر ما يدولوش فرصة ويتخانق معاه، فتامر يجري منه ويدخل الكامب ويطلع فوق، وتامر وشيرين يطلعوا وراه. وشوية كده تامر ينزل بسكينة في ظهره ويموت قدام شيرين، وياسر ينزل وراه ويتفاجئ انه مات، ويقول لشيرين مش انا اللي عملت كده، ويطلع فوق تاني. ولما يمشي شيرين تشوف الشبح وكالعادة عايز يقتلها، بس شيرين تمسك عصاية وتضربه في ايده، والغريب هنا انه سابها ومشي ما قتلهاش، وبعدها يجي ياسر ويحميها، بس شيرين تستغرب انه متعور في ايده وتقول له بشك انت ايه اللي حصل لايدك، انت ايه اللي حصل لايدك، وبعدين كنت فين لما الشخص ده كان عايز يقتلني؟ فيرد عليها بتوتر ويقول لها عادي يعني كنت بنط من الشباك وتعورت. وشيرين تشك فيه أكتر وأكتر وتضربه بالعصاية، وقبل ما تخرج يظهر الشبح ويمسكها، بس ياسر يقوم ويضربه على راسه، وشيرين تبصله بحب وياخدها في حضنه. وقبل ما يمشوا يروح عند الشبح ويخلع القناع بتاعه، ويتفاجئوا إن الشبح ده جمال، وهو اللي كان مخطط لكل ده من أول فكرة القتل لحد فبركة موته في الحمام عشان محدش يشك فيه. ونرجع لفلاش باك ونعرف أخيرا هو ليه عمل كده، وإن قبل ما شاكناز تموت بسنة وائل كان عامل عيد ميلاده في الفيلا بتاعته، وطبعا كل الشلة راحت معاه ومعاهم جمال وحبة شاكناز، بس وائل كان مستكترها عليه وشايف إنه على حق بيها، فيقول لتامر اعمل اللي اتفقنا عليه، وتامر يحط لهم برشام مخدر في العصير. ولما مفعول يشتغل تامر يمسك جمال عشان يبعدوا عن شاكناز، ونانسي خدت شاكناز فوق في أوضة وائل، وانت كده عرفتوا اللي حصل بعد كده. وطبعا بعد اللي حصل شاكناز مشيت مصدومة، وطبعا جمال مشي معاها، وهما ماشيين في الطريق عملوا حادثة وجمال هو بس اللي بيعيش وشاكناز بتموت. فيقرروا بعد ما يفوق في المستشفى ينتقم من كل واحد عمل كده. ولو اي حد هيسأل اشمعنى ياسر وشيرين اللي ما اتقتلوش، فحب اقول له انهم ما عملوش اي حاجة ساعتها، وهم دول صحابه اللي بجد، ده حتى لما عمل الحادثة هم بس اللي راحوا يطمنوا عليه والباقي ما جاش. وبس دي تكون نهاية الفيلم ونهاية الفيديو، ملخص جديد وتجربة جديدة. لو عجبك الفيديو وعايزين نستمر في الطريقة دي اعملوا لايك واشتركوا في القناة عشان انا تعبت جدا في الفيديو ده، واكتبوا لي في الكومنتات لو عايزين نلخص اي حاجة تاني. وبس كده، كان معكم احمد، سلام. بتفوت ايام واشوف قدامي جرح قديم مش راضي يطير، كل ما اقول انسى الاقيني انا بس اعمل ايه بس